السلام عليكم واهلا بكم في تغطية جديدة على قناة فوت برو. حلقة اليوم سنخصصها للمباراة التي جمعت بين المنتخب السعودي الشقيق ضد نظيره الياباني في إطار إقصائيات القارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. للتذكير، يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من اليابان والإمارات وأستراليا والعراق وتايلاند. فيما يتعلق بملخص للمقابلة، انطلقت المقابلة باندفاع المنتخب الياباني نحو الهجوم مبكرا لتهديد مرمى الحارس السعودي، ما فرض على المنتخب السعودي الركون إلى الدفاع لمنع الساموراي من تحقيق الهدف. ولم ترتقي المحاولات اليابانية لحسن الحظ لدرجة الخطورة على مرمى الحارس العويس، فيما انتظر الهجوم السعودي مرور نصف الوقت حتى يبدأ بالهجوم، حيث توغل السهلاوي من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء، لكنه سدد في يد حارس المرمى الياباني. في نهاية الشوط الأول لاحت فرصة لليابان وسددت الكرة لترتد من عبد الملك الخيبري ليعلن الحكم ضربة جزاء غير صحيحة بتاتا نفذها هيروشي كيوتاكا بنجاح في الدقيقة 45. فيما يتعلق بالشوط الثاني، استمر الهجوم الياباني، لكن الشوط الثاني عرف سيطرة طفيفة للمنتخب السعودي، خصوصا مع إشراك فهد المولد ثم الرويلي كاحتياطيين، لكن لم تبلغ أي من المحاولات درجة التهديد الحقيقي إلى غاية الدقيقة 80، حيث تمكن المنتخب الياباني من مضاعفة النتيجة. وفي اللحظات الأخيرة تمكن المنتخب السعودي من تقليص النتيجة عن طريق عمر هوساوي. لحسن الحظ تقليص النتيجة كان في صالح المنتخب السعودي الذي تمكن من الحفاظ على الصدارة بفارق الأهداف على الساموراي الياباني. كل هذه التفاصيل والمعطيات، خصوصا التفاصيل التكتيكية، سنناقشها مع المدرب والمحلل في قناة فوت برو عبد العزيز البلغيتي بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. سنمر لمناقشة وتحليل هذه المباراة مع عزيز البلغيتي المحلل والمدرب السابق، لنناقش تكتيكيا وتقنيا هذه المقابلة. مرحبا بك أخي عزيز. السؤال الأول هو سبب إخفاق المنتخب السعودي في هذه المباراة، أو على الأقل العودة بنقطة واحدة من اليابان. مرحبا اخي محمد، مرحبا بالجمهور الكريم. اعتقد ان هذه النتيجه ليست باخفاق. لماذا؟ لان المنتخب السعودي منتخب كبير، منتخب عاد الى الواجهه الاسيويه وعاد الى التباري وعاد الى المنافسه وبلاعبين ممتازين. اعتقد ان سبب هذه النتيجه، هذه الخساره بهدفين لهدف، هي بالاساس ناتجه عن عدم تركيز بعض اللاعبين، ليس الكل، وممكن ان نرجع ذلك كذلك الى عدم الانسجام بين خطي الوسط والهجوم، بل وغياب خط الهجوم الذي تمثل في راس حربة واحد هو اللاعب السهلاوي. ممكن ان نرجع هذه الخساره كذلك الى الحكم، رغم انني لا افضل هذا الطرح، لا افضل ان نعلق الشماعه على التحكيم. على ذكر ضربة الجزاء عزيز، ضربة الجزاء اتضح من خلال الإعادة أنها ضربة جزاء غير صحيحة وظالمة، وضربة الجزاء هذه هي التي غيرت المقابلة. بالفعل أخي محمد، ضربة جزاء ظالمة جاءت في وقت حرج جدا من المقابلة. أصعب الأوقات هي أن يصفر الحكم ضربة جزاء في مثل هكذا وقت. لماذا؟ وقت تكتيكي حرج جدا بالنسبة للمدربين معا، بالنسبة لتشكيلتهم معا. لماذا؟ لأن إذا أحرزت هدف في أواخر الشوط الأول يعني أنك تحكمت في إيقاع المقابلة، يعني أنك سوف تدخل بمعنويات مرتفعة في الشوط الثاني، وبالتالي سوف تكون معنوياتك مرتفعة وتسيطر على أطوار المقابلة. مثلا لماذا بالضبط ضربة جزاء جاءت صعبة؟ لأن التوقيت حرج جدا نهاية الشوط الأول، وبالتالي هناك نوع من فتور عند اللاعبين المنتخب السعودي، وتأثير بالسلب على معنويات المنتخب السعودي في نهاية الشوط الأول. عزيز، ما رأيك في أبرز التغييرات التي أجراها المدرب فان مارفيك؟ التغييرات التي قام بها أخي محمد المدرب مارفيك تغييرات تقريبا
ممكن أن نقول عنها أنها ناجحة. لماذا؟ هناك دخول اللاعب فهد المولد اللاعب المهاري، اللاعب ممكن نقول أنه صانع ألعاب، أنه يجيد تنويع اللعب، أنه يجيد التمريرات القصيرة، يجيد كذلك تمريرات في العمق. لم نرى هذا. لماذا؟ لعدم التموضع الجيد للاعب السهلاوي كان الغائب الحاضر في المقابلة، الذي لم يقم بمناورات وبإزعاج دفاع الساموراي. فهد المولد قام بدور تكتيكي ممتاز، لكن ممكن أن نقول أن التغييرات لم تنجح بالطريقة التي كنا نتمنى أنها تنجح. بالنسبه للتغيير الثاني اخي محمد هو تغيير دخول اللاعب الرويلي بدل عبد الملك الخيبري. اللاعب الرويلي كذلك لاعب مهاري، لاعب بنيه جسمانيه ممتازه، لاعب يجيد تنويع اللعب، لاعب يجيد الكرات الثابته، لكن لم يتفوق المنتخب السعودي في تصيد فرص من ضربات ثابته وتجميع اللعب واعطاء كثافه عدديه في وسط الميدان والاختراق من العمق. لم نرى كل هذه المهارات في المنتخب السعودي، مع العلم ان المنتخب السعودي كان يتحكم في اطوار المقابله اخو محمد، خصوصا في اواخر دقائق اللقاء. عزيز، في سؤال ثالث واخير، يعني هل المنتخب الياباني ما زال يشكل ذلك البعبع او تلك الفزاعه التي يحسب لها ألف حساب في قاره اسيا؟ في العديد من المنابر الإعلامية الرياضية أخي محمد لم يعد المنتخب الياباني ذلك المنتخب كما قلت ذلك المنتخب البعبع الذي يخوف المنتخبات الآسيوية الكبيرة الأخرى مثل إيران، مثل السعودية، مثل الإمارات، مثل أستراليا. لم يعد ذلك المنتخب. لماذا؟ بالدليل أن منتخب الإمارات انتصر على اليابان في عقر داره. ممكن ان في اخر مقابله ممكن ان نقول ان المنتخب الياباني انتصر بصعوبه على المنتخب السعودي بناء على اخطاء، بناء على ضربه جزاء ظالمه من الحكم تقي الدين. اكيد ضربه جزاء ظالمه، طبعا ضربه جزاء لا وجود لها اساسا. ممكن ان نقول ان المنتخب الياباني اصبح يلعب على اخطاء المنتخبات الاخرى مثل المنتخبات الكبيره مثل السعوديه. اذا رجعت لنفس المقابله اخي محمد نلاحظ ان المنتخب السعودي لعب بتشكيل 4-5-1 اعتمد على راس حربه واحد هو السهلاوي الغائب الحاضر في المقابله الذي لم يقم بنمرات وبمشاكسه دفاع الساموراي. كذلك لم يقم المنتخب السعودي بملء فراغات وسط الميدان وبالتحكم في الكره وبالسيطره على الكره وبالتمريرات القصيره المعروفه بالسرعه على لاعبين المنتخب السعودي مثل فهد المولد ومثل نواف العابد. هناك لاعبين متميزين في صفوف المنتخب السعودي. نلاحظ كذلك من جهه اخرى من جهه المنتخب الياباني انه غلق المساحات، غلق اللعب تقريبا على المنتخب السعودي، لم يترك فراغات خصوصا في وسط الميدان وفي الدفاع للاعبي المنتخب السعودي، خصوصا لاعبي خط وسط الميدان الهجومي. بالنظر لكل هذه المعطيات اخي محمد نقول ممكن ان نجزم ان اليابان لم يعد بذلك الفريق الكبير الذي يهابه جميع فرق المنتخب القاره الاسيويه الكبير. شكرا عزيز على كل هذه القراءه التكتيكيه. بالنسبه للنتائج الكامله للجوله الخامسه، المنتخب الياباني يفوز على السعوديه ب2-1، كوريا الجنوبيه تتغلب على اوزبكستان ب2-1، الصين تتعادل مع العنابي القطري ب0-0، تايلاند تتعادل مع استراليا 2-2، سوريا كذلك تحقق التعادل امام ايران، الامارات العربيه المتحده تفوز على العراق ب2-0. بالنسبه لترتيب المجموعه الثانيه، السعوديه دائما تحافظ على الصداره مناصفه مع اليابان لكن باغلبيه الاهداف بفارق الاهداف عن اليابان، استراليا كذلك تتقاسم المركز الثاني ب9 نقاط، العراق في المركز الخامس ب3 نقاط، وتايلاند في المركز الأخير بنقطة واحدة. بالنسبة لترتيب المجموعة الأولى، إيران بالمركز الأول ب11 نقطة، كوريا الجنوبية بالمركز الثاني ب10 نقاط، أوزبكستان في المركز الثالث ب9 نقاط، سوريا في المركز الرابع ب5 نقاط، وقطر في المركز الخامس ب4 نقاط، والصين في المركز الأخير بنقطتين. بالنسبة لأبرز ردود الفعل بعد المباراة، صرح أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيرفع احتجاجا إلى الاتحاد الآسيوي ضد الأخطاء التحكيمية التي تسببت في خسارة الأخضر السعودي أمام اليابان. وعن الخطأ الذي ارتكبه الحكم السنغافوري محمد تقي الدين، علق عيد بقوله: سيكون لنا موقف وسنرفع احتجاجا على الأخطاء التحكيمية
التي أصبحت سببا واضحا في خسائرنا خلال الفترة الأخيرة، وسنرتكز في الاحتجاج على الآراء الفنية واللقطات المؤكدة لأخطاء الحكم. وختم الجهات التحكيمية في الاتحاد الآسيوي سيكون لها نظرة، لأن الأخطاء التحكيمية لصالح اليابان تكررت أمام العراق والسعودية، ولا بد أن يكون هناك وقفة. هذا تصريح أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. فيما يتعلق برد فعل المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبر عن شعوره بعدم الرضا عن أداء لاعبي الأخضر أمام اليابان، وقال: لم يكن اللاعبون في مستواهم المعروف، وغاب عنهم التركيز في فترات كثيرة، وهو ما منح منافسنا التقدم. واختتم مارفيك حديثه: يجب ألا تؤثر هذه الخسارة علينا، خاصة وأنها لم تؤثر على صدارتنا للمجموعة، وسنعمل على تعويض هذه الخسارة أمام تايلاند في الجولة المقبلة. كان هذا تصريح المدرب فان مارفيك عقب المباراة. فيما يتعلق بالمقابلات المقبلة للمنتخبات العربية في الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، السعودية سترحل لمواجهة تايلاند في المجموعة الثانية، العراق سيواجه أستراليا، الإمارات العربية المتحدة تستقبل اليابان في مقابلة قوية، سوريا تستقبل أوزبكستان، الصين تواجه كوريا الجنوبية، وقطر تواجه إيران. عزيز، يعني في قراءة لأبرز ما جاء بعد المقابلة في ردود الفعل، هناك رئيس الاتحاد السعودي قال أنه سيحاولون مراجعة الاتحاد الآسيوي فيما يتعلق بالخطأ التحكيمي، فيما لاحظنا أن المدرب لم يعرج بتاتا على ضربة الجزاء الظالمة في حق المنتخب السعودي. بالرجوع إلى ضربة الجزاء أخي محمد، طبعا كانت ردود أفعال كثيرة. لم نلاحظ ردة فعل قوية من المدرب مارفيك. لماذا؟ لأن هذا المدرب مدرب كبير، مدرب محترف على مستوى عالي، مدرب درب فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة. المدرب ليس في مخيلته على ما أظن أن يلجأ إلى الاحتجاج على التحكيم، رغم أن الأخطاء التحكيمية كانت قاتلة وكانت تغير مجرى المقابلة بالكل. بالعودة إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممكن أن نقول أن الاتحاد السعودي من حقه أن يلتجئ إلى الاتحاد الآسيوي ويقدم تظلما على حكم المقابلة السنغافوري الذي ظلم المنتخب السعودي باحتسابه ضربة جزاء لا أساس لها من الصحة. عزيز، شكرا على كل هذه المعلومات والقراءة التكتيكية للمقابلة. نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله. إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم التي خصصناها لمباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الياباني في إطار الإقصائيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. نتمنى حظا سعيدا لكل المنتخبات العربية، سواء التي تلعب في القارة الآسيوية أو في القارة الإفريقية. حظا سعيدا، حظا موفقا. بالنسبة للجمهور الكريم، لا تبخلوا علينا باقتراحاتكم وانتقاداتكم في التعليقات أسفل الفيديو. لا تنسوا أعزائنا المشاهدين الاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب ومشاركة هذا الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. قبل أن أتكلم عن التغطية المقبلة، لابد أن أشكر من يقف خلف الكاميرا، الزميل التقني مراد رتيبي، على المجهودات الكبيرة التي يقدمها لنا. بالنسبة للتغطية المقبلة سنخصصها للديربي المدريدي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الليغا الإسبانية. في دوري البريمير ليج سنتكلم عن مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال. في الكالتشيو الإيطالي سنتحدث عن مباراة AC ميلان ضد إنتر ميلان في الكالتشيو. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا.